ولكن أول ذكر صريح لكلمة بيتزا لقوها في مخطوطة قديمة تعود للقرن العاشر في مدينة جيتا الإيطالية، واللي كانت وقتها تحت حكم الدولة البيزنطية. الوثيقة دي كانت عبارة عن عقد إيجار مكتوب فيه على المستأجر أن يدفع لأسقف جيتا 12 قطعة بيتزا في كل عيد ميلاد وزيهم في كل عيد فصح. وعلى الرغم من ظهور الوثيقة دي في مدينة جيتا، إلا أن مؤرخين الطعام بيعتبروا أن الأب الشرعي للبيتزا هو ساحل مدينة نابولي، لأن أهالي نابولي هم اللي علمونا البيتزا اللي احنا نعرفها بشكلها الحالي دلوقتي. وعشان نعرف الاختراع ده اتعمل ازاي لازم نتأمل مع بعض خصائص مدينة نابولي نفسها. نابولي مدينة في جنوب إيطاليا، مدينة ساحلية فقيرة، جزء كبير من أنشطة أهلها معتمد على الصيد والملاحة، وفي نفس الوقت فيها مناطق صالحة للزراعة. الفلاحين هناك زرعوا العنب، عملوا منه النبيذ، وربوا المواشي وخدوا لبنها، عملوا منها الجبنة الموتزاريلا. ولأن نابولي قريبة من سواحل إسبانيا وأصلا كانت تحت الحكم الإسباني لمدة قرنين من الزمن، كانت من أول المناطق اللي تأثرت بالعادات الغذائية الإسبانية. وزي ما هنعرف في حلقة الطماطم، الأوروبيين عرفوا الطماطم لما كريستوفر كولومبوس اكتشفها في أمريكا اللاتينية وجاب معاه البذور عشان تتزرع في أوروبا. أهو نابولي بقى كانت من أوائل الأراضي الأوروبية اللي اتزرعت فيها الطماطم. وبكده بقى عندنا مقادير البيتزا كامله. الفلاحات خبزوا عجينه البيتزا وحطوا عليها الخضار والطماطم والموتزاريلا، وبقى ده الطبق المحبب في بيوت نابولي. ولان نابولي زي ما قلنا بلد ساحلي، كان منتشر فيها البحاره وعمال المراكب اللي اقبلوا بشده على وجبه البيتزا لان هي رخيصه وبتشبع. وبكده انتقلت البيتزا من البيوت للشوارع، وبقت محلات واكشاك بيعها منتشره على طول رصيف المينا. واتعرفت ساعتها البيتزا على انها طعام الفقراء. كل ده حصل بداية من القرن ال16 زي ما حكت لنا أستاذة التاريخ كارول هيلستوسكي في كتابها البيتزا تاريخ عالمي، اللي قالت كمان إن أهالي نابولي اللي معروفين بحبهم للسمك طوروا أنواع كتير من البيتزا، أضافوا عليها أسماك زي الأنشوكة.